السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا معايا 4 كيلو دقيق، هنعمل القرص الفلاحي. اذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. انا كده معايا كيس خميرة حطيته، معايا نص كيس بيكنج باودر، معايا نص معلقة ملح، معايا كيلو وربع لبن، هحط عليهم 3 معالق سكر، هحط على اللبن 3 معالق سكر، وهقلبهم. معايا كوباية سمنة، كوباية اللي هي بتاعة العصير. المقادير دي بتاع 4 كيلو دقيق. معايا مج زيت، معايا 8 كيلو سمنة بلدي، زبدة بلدي. هبس السمنة كده في الدقيق. هنبس السمنة كويس كده في الدقيق، هنقلبه كويس. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، أنا وكل السامعين. كده حبايبي هنزل باللبن. اللبن عادي مش سخن، بس هو كان برا التلاجة. وهقلب كده، هبس كله في بعضه كده. طبعا انا حطيت كيلو وربع لبن، هحتاج برضو كوبايتين مية. ادي كوباية، وهحط كوباية كمان. هتنزلي بالمية بالتدريج، ما تخليش العجينة طرية معاكي. القرص الفلاحي ما بتبقاش العجينة طرية، وكمان عشان احنا في الصيف ما تطريش العجينة. كده حبايبي لازم نلت العجينة كويس، اهم حاجة ان تعجني العجينة كويس. طبعا انا القناة بتاعتي على اليوتيوب اسمها منوعات دودي بالعربي، يا ريت تنوروني كده وتشرفوني. كده حبايبي العجينة خلصت معايا، هي هسيبها ترتاح لمدة ساعة، هسيبها تخمر. واهلا وسهلا بكل اخواتي اللي دخلوا ونوروني وشرفوني، اهلا وسهلا بيكم. كده حبايبي معايا ذرة اخضر اهوت، هنشويه ان شاء الله. هنشويه في الفرن بقى بعد ما نعمل القرص، بس هقشره من القشر اللي هو فيه دوت.
هقشره من القشر واعمله. عايزه تعمليه بالقشر اعمليه عادي، بس لازم تكون طبقه القشر رقيقه، يعني تقشري منه شويه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كده حبايبي العجينه خمرت معايا اهي. هطلع بقى الهوا منها كده. كده حبايبي بقى هقطعها كور صغيره. طبعا بتعملي حسب القرصة اللي انت عايزاها، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، فبتقطعيها على حسب ما انت عايزة. هي الحجم ده كويس، يكون الحجم ده مناسب. طبعا انا كده قلت لكم هخلص بقية الكمية وارجع لكم تاني، عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. كده حبايبي خلصت الكمية كلها. كده بقى هعمل معاكم برضو كام واحدة كده عشان ما اطولش عليكم. وسامحوني بقى لو التصوير فيه حاجة، لو التصوير مش مظبوط. ابص كده حجمها كده، حجم القرصة كده كويس، يعني ما ترقهاش عن كده عشان ما تبقاش رقيقة معاكي. وبعد يا حبايبي ما بططهم كلهم كده هسيبهم يرتاحوا، ترتاح كده العجينة من نص ساعة لساعة. اهم حاجة ان العجينة ترتاح، يعني تخمر كويس وترفع كويس. كده حبايبي بوريها لكم هي في الفرن اهي القرص. يعني النار لا تكون عالية قوي ولا واطية قوي، لازم تكون متوسطة. معلش يا حبايبي بقى لو التصوير فيه حاجة. كده يا حبايبي القرص جاهزة اهي معانا، وكده الذرة في الفرن اهوت. ويا ريت طريقتي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.